بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم أحلى متابعين؟ هنبتدي النهاردة بفيديو جديد ومشاركة جديدة، ويلا بينا نشوف احنا بنعمل ايه للطيور بتاعتنا. دلوقتي أنا بدق العيش علشان مش عاوزة أبله، يعني لما يكون العيش طري شوية مش بيتدق ممكن أبله، لكن لما يكون ناشف أدقه أفضل، يعني ندقه افضل للطيور. ماشي، انا بمسك خشبه كبيره زي كده، ده نص عرق، ده اسمه ايه، نص عرق. بصوا عشان يدق معايا بسرعه، ما باخدش 5 دقايق، على طول بيتدق بسرعه. واطلع بقى ايه افطرهم. وتعالوا نشوف النهارده هنعمل ايه. هنشوف البيض بتاع البط اكتمل ولا لا، في حاجه رقدت ولا لا، هنشوف بقى مع بعض النهارده ان شاء الله. ماشي، يلا بينا. متتريقوش بقى على اللبس بتاعي، ده اللبس بتاع الشغل، ده والجلابيه دي بتاعت السطح. ماشي، بصوا كده معايا بقى ناعم خالص اهو، وحتى لو خشن عن كده كمان عادي، لان الفراخ والبط كبير مش صغير. ماشي، يلا بقى تعالوا نشوف هنضيف عليه ايه. يلا بينا. شايفين انا هحطه هنا وهقلب بقى كله على بعضه. هحط عليه ايه، هحط عليه شيشه. فين الغطا؟ بسم الله، مش لاقياه وراح فين. اهو لقيته، ده غطا حله بحط بيه، يعني بستعمله في ايه، ان انا احط بيه. مش هحط بقى شيشه كتير لان دي شيشه قربت تخلص ولسه ما جبتش. هحط كده شويه على القد. هندربه بقى كله على بعضه. بحط برده شويه جير اهو، ده جير مطفي. ليه؟ عشان لو الاكل فيه مثلا، لو العيش فيه عفونه ولا حاجه يمنع ايه، اي تسمم يعني. ماشي، دول بقى شويه عيش طري هبلهم، عايزه اقطعهم بس عشان لسه بقول لكم في عفونه في العيش برضو، سواعي بيبقى فيه عفونه. فاي جير بقى حلو قوي عشان يمنع اي تسمم، يعني عشان العفونه دي بتبقى وحشه برضو. هنعصره شويه ونحطه. ممكن لو مفيش عيش هبله احط ميه عادي، يعني انسمه كده، مش هبله قوي، انسمه بس كده عشان يعرفوا ياكلوه. انسمه بس، مش اللي هو بقى ادلق ميه عشان يعجن، لا ما يعجنش، عشان الفراخ ما بتحبش الحاجه معجنه، ولا البط والله. يعني برضو البط لو الحاجه معجنه قوي ممكن ما ياكلهاش. بصوا الجير بيبقى فيه حاجات كده، بندوس عليه كده. هقفل وارجع لكم تاني. يلا بينا ناكل ونفطر الطيور. بصوا اوريكم حاجه بقى دلوقتي، تعالوا شوفوا معايا كده. بصوا، عشان لما اقول لكم البط الفرنساوي يعني احتمال واحتمال، كل يوم بطلع بلاقيه ايه، بيض على الارض. طبعا حته ان هو بيض على الارض دي يعني كده معنى كده ان هو ايه، ما بيجهزش لنفسه مكان. انا مجهزه له مكان اهو. بصوا المكان ده، بسم الله، اللهم ما شاء الله، اللهم بارك. لكن انا اللي بحط البيض بايدي. انا اللي بحط البيض بايدي، مش هو اللي بيبيض هنا، لا. بس في بطايه فيهم ايه، كل ما اطلع الاقيها حاطه خشب زي كده وريش وكده وحاجات زي كده، بس بتشيل ايه، بتشيل النشاره اللي انا حطاها، بتخليها على الاسفلت كده. الاسفلت ده ممكن يكسر البيض، فانا عايزه احط لها حاجه النهارده ان هي ايه، البيض ما يتكسرش. عايزه احط حاجه تحتيه، يا قش بقى، يا مثلا يا خيش مثلا، او اي حاجه، هنشوف.
تعالوا بقى نشوف ده. في حاجه رقدت. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بصوا في واحده راقده طالعه من العشه ما شاء الله ما شاء الله. تعالوا بقى نحط لهم الاكل ونشوف هنعمل معاهم ايه. في واحده طلعت مني وانا فاتحه الباب. بسم الله ما شاء الله. تعالوا نشوف الاول ايه اللي حصل. هي بصوا ناتفه ريشه اهو. بسم الله ما شاء الله. دافي اهو. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر اللهم بارك. فبصوا انا محجزه عليها ازاي. نحط لهم الاكل الاول. ماشي. دي بقى يعني البيض التاني ده محدش رقد عليه. مش عارفه شكلهم كده محدش هيرقد تاني على البيض ده. فانا هعمل فيه ايه بقى. هوزعه. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط لهم منه كمان بكام بيضه كده هنا. هي اللي بتصوصو دي هي اللي رقدت. انا بعرف كانوا زمان يقولوا ايه البطه لما صوتها يبقى صوصوه كده تبقى هي اللي بترقد يعني. هي البيضه دي مش بيضه اللي هي فيها يعني بطنها كلها بيضه الناحيه دي اهو. بصوا هي انا عارفاها صوتها باين. البط صوته بيبان اللي هو بيبقى مصوصو كده. هنزود لهم بقى البيض من ده لان ده كده شكله محدش هيرقد عليه. واطلع بقى الدكوره بره وكله بره خلاص كده. ماشي يلا بينا. هزود احط لها مثلا قد ايه 3 كمان مثلا. بصوا والله انا احطه وهو ونصيبه بقى يعني. انا بقول كفايه كده عشان تعرف ترقد عليهم. ولا ربما ان في حد تانية ترقد. واحده تانية ترقد ولا حاجه. لا ربما يعني. ماشي يلا. بس الحمد لله ان في حاجه رقدت اصلا يعني. الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. بس هنا يعني دول مفيش حاجه رقدت عليهم. انا عارفه انت اللي بتصوصوي. انت يا حبيبتي انت اللي رقدتي انا عارفه. ما شاء الله عليكي. ربنا يمتعك بالسلامه. تعالي نزود لهم ميه عشان تشرب وتروح ترقد بقى.